ليه نهاية مسلسل كارثة طبيعية هي نهاية حلوة فعلا؟ أكتر حاجة عجبتني في نهاية مسلسل كارثة طبيعية هي إن النهاية واقعية فعلا، وكمان اتعملت بشكل منطقي. لأنه فكرة النهاية التقليدية السعيدة اللي بينتهي بيها تحقيق كل أحلام البطل دي مبقتش واقعيا، خصوصا مع تطور الحكي في الدراما في الفترة الأخيرة. ولكن أكتر حاجة عجبتني هي فكرة المعنى اللي المقصود إن هم يوصلوه من ورا الحلقة. وبنشوف ده فعلا لما بيوصلوا لمكتب الوزير وبيحاولوا ان هو يحلوا كل المشاكل دي من خلال مقابلتهم للوزير، وبنكتشف ان الوزير فعلا كان عنده النية ان هو يحل لهم كل المشاكل. ولكن بنكتشف ان ورا المعنى ده حاجة مهمة جدا، وهي ان ربنا جعل الوزير مجرد سبب ان محمد شعبان في المسلسل او محمد سلام ما يضطرش ان هو يبيع كليته. ولكن طبعا بيحصل ان الوزير بيتشال من منصبه وما بيرضاش يمدلهم القرار اللي كان هيحل لهم كل مشاكلهم. وهنا بنوصل لمعنى مهم جدا، وهي إن مفيش إنسان في إيديه حاجة تانية لإنسان تاني زيه، وإن كل حاجة هي بإيدين ربنا وبس، لحد ما بنوصل للمشهد الأخير واللي أنا بشوف إن هو ده أجمل حاجة في قفلة المسلسل كلها. وهي إن لما النجم أحمد مكي بيشوف بالصدفة السيناريو بتاع محمد شعبان، واللي بيوضح لنا من خلال المشهد ده إنه هيبتدي يقرأ السيناريو، وفعلا بشكل مبدئي إن هو أبدأ إعجابه بيه. وبعد كده ممكن من خلال ده تتحول حياة محمد سلام أو محمد شعبان في المسلسل لحياة تانية خالص، ويبتدي يحقق حلمه.